السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم هذا الفيديو ديال خروج الدجاج للمسرح وتبديل الماء. كما كنقول لكم ديما الدجاج راه خصك تبدل ليه الماء كل نهار. دابا في فصل الصيف كتكون الجو شوية حار وتبدل ليه الماء حيت الدجاج كيبغي يشرب، يعني حتى هو يشرب الماء نقي. هانتوما كما كتشوفوا كتشاهدوا. بالنسبة للعلف مرة تبدل ليه، مرة لقط، مرة زرع، مرة كل مرة شنو تعطيه، مرة تعطيه الذرة، مرة تعطيه كل مرة شنو تعطيه. يعني ما تانسيستيش ليه على حاجة علاش باش ما يمرضش ليك. خاصك ديما تبدل ليه يعني العلف، يعني ماشي ضروري تبدل مضاد السموم ولا شي حاجة. العلف خصك ديما يكون النهار الاول شنو كتعطي للدجاج ديالك، كتعطيه النخالة، كتعطيه الخبز، كتعطيه بعد شي حاجة ديال الخضار، يعني بزاف ديال الانواع كتعطيهم للدجاج باش الدجاج ديالك يكون موالف على الماكلة اللي كتعطيه ديما. ماشي تعطيه واحد الماكلة واحد المدة وتجي تحيدها ليه وتبدل ليه دير ليه السيكاليم ولا شي حاجة. لا، حنا ما كنخدموش دابا حاليا بالسيكاليم، كنخدمو السيكاليم مع الكروازي. هذا الدجاج السيماني ها هو حتى هو متعايش مع الدجاج خليط السلالات. هانتوما كما كتشاهدوا حتى هو يعني عودنا على الماكلة ديال الدجاج باش يطلع حتى هو طبيعي. هذا الدجاج الكروازي ديال الماكلة وديال الذبيحة. هذا دجاج اللي بغى يكسبو راه زوين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعة والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تبركوا على الجرس. اللي بغى شي استفسار ولا شي حاجة مرحبا ألف مرحبا. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله، تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. أنا تقريبا دابا ورا تقريبا عندي دابا 2 ونص ولا 3 إلا ربع كنعطيهم الوجبة الثانية ديال الغداء. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. مع السلامة.